يرتقب أن تنطلق أشغال إنشاء ملعب أولمبي بمدينة الداخلة، إضافة إلى ملعبين إضافيين صغيري الحجم. وقد صادقت المجالس المنتخبة لمدينة الداخلة على ميزانية مشروع تشييد ملعب بمواصفات عالمية في نواحي النقطة الكيلومترية 40 شمالي مدينة الداخلة، في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الشباب وجهة الداخلة وادي الذهب وجميع الجماعات الترابية في الجهة. الميزانية الأولية المرصودة لهذا المشروع تناهز 210 مليون درهم، تساهم من الوزارة بمبلغ 100 مليون درهم، كما تساهم الجامعة الملكية المغربية بمبلغ 50 مليون درهم، بينما تساهم جهة الداخلة وادي الذهب بمبلغ 60 مليون درهم. كما تم تخصيص مساحة 50 هكتار لتشييد الملعب لتصل سعته 20,000 متفرج. ومن شأن هذا المشروع أن يجعل مدينة الداخلة قطبا رياضيا بامتياز في إطار تعزيز المدينة بمشاريع تنموية في مختلف المجالات رياضية واجتماعية واقتصادية. كما سيساهم في تنظيم عدد من المباريات الدولية المهمة سواء للمنتخبات الوطنية أو الفرق المحلية، في مقدمتها مولودية الداخلة.